متأكد إن تصدر الأهلي للدوري المصري مستحق؟ أنت لسه متأكد إن الأهلي محليا ملوش مساندين وأعوان ونفيخة ومطبلين ومصورين وحكام وفار ومعلقين ومريدين بيصرفوا ملايين عشان يتلمعوا بغسيل الأموال؟ أنت لسه متأكد إن فعلا النادي الأهلي بطل حقيقي؟ طيب هو في بطل من غير كابتن تاريخي؟ الأهلي مجرد فريق تجاري، فريق ترند بيحكموا السوق والقافية وممكن البلالين كمان وممكن الرقصة وعلى واحدة ونص وحياتك. الأهلي بدون أدواته أسد بدون أسنان، بدون مخالب، بدون عضلات، مجرد انعكاس لقطة على صفحة مية بتخدعك إن هي أسد. ممثل مصر بأمره وأمر الإعلام فقط لا غير، مش باللعب المستمر والضغط مواجهة المشاكل والتعثرات المادية زي أي فرقة. ممثل مصر اللي ضيع هوية منتخب مصر، وبعد ما مصر كانت ورا منتخبها بقى منتخب مصر بيشحت جماهيره عشان تسانده. ممثل مصر كثر من تضرر منه فأصبح ينتظر سقوطه ليشعر أن هناك عدالة وإن هناك أمل. عشان كده بتكون السقطة بألف، سقطة موجعة مؤلمة، لأن المتضررين قلنا إيه؟ كثر. طيب عايز اقول لك شويه ارقام مع انديه جنوب افريقيا. اورلاندو بيغلب النادي الاهلي بالتخصص في مصر في مختلف الاستادات اللي ممكن تتخيلها. يعني غلبوا في 3 استادات، في 2013 3-0، في 2015 4-3، في 2025 2-1. ده غير طبعا خماسيات سان داونز اللي كلنا عارفينها، اهداف كلها ملعوبه. ربيع امبارح كان بيسجد شكرا لله انه ما ترقصش في الجون التاني زي ترقيصه مصطفى فتحي والكوبري عدى من جنب رجله. ومدرب ليل نهار بيتكلم عن التدعيمات وعن ضغط المباريات. اول حاجه طبعا قالها في المؤتمر بتاع امبارح. طيب بالنسبه لياكولر لبيراميدز اللي رفض ان هو ياجل مباراته مع المحله في الدوري بالرغم من حادثه الطياره في مباراه سجراده، واضطر ان هو ينزل في بلد تانية واتاخر يوم بحاله، وتصدر مجموعته مع الترجي وفاز امبارح 6-0. طيب بالنسبه للزمالك اللي قبل مباراته الاخيره اللي هتتلعب يوم الاحد لعب 5 مباريات ومتصدر مجموعته ومش محتاج كمان الماتش الاخير، يعني لو خسر الماتش الاخير كده كده متصدر، وازماته الماليه ولحد دلوقتي مش قادر يدفع مستحقات لاعبيه ويجدد لفريقه، واضطر ان هو ياخد قرض. جماهير الاهلي نفسها بتقلس على نادي الزمالك وبتستهزأ بيه وبتستهزأ بامكانياته وبيقول لك ان هو ده نادي الزمالك. عايز اعرف بقى وبسأل، هو انت لسه عندك اعتقاد ان الاهلي ده بطل حقيقي؟ لسه بتفكر في حاجه زي كده؟ خبر كده على الماشي. امبارح خسر القطري من النصر الإماراتي 5-1 في وجود 3 لاعبين من النادي الأهلي، بيرسي تاو وأحمد عبد القادر وبدر بنون. أقصد يعني لعيبة سابقين، يعني لعيبة في الأهلي كان الإعلام بيعملها أو بيعمل لها تعظيم سلام. كان الإعلام بيديني إحساس كده إن هم قرايب كريستيانو، أشباه ميسي، زي إمام كده اللي عملناه. وطلع احترف وفشل حرفيا في ميتلاند ورجع الطفل المدلل لنادي الأهلي.